بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. وإن كان لم يبقى من جماعة المسجد إلا هؤلاء الشباب، فالحمد لله الشباب ومعهم الإخوة الأفاضل الباقون. نسأل الله أن يكتب الأجر الجميع، وأشكر الأخوات أيضا الحاضرات، نسأل الله أن يضاعف أجرهم ويبارك في أجر الجميع ويجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وأعتذر للأخوات الكريمات، وقد وعدتهن في الخلوة بالحضور العصر، ولكن لوجودي بعيدا عن هذا المكان لم أستطع الحضور، فأعتذر اعتذارا شديدا. لعل الله ييسر إن شاء الله في الغد أن نكمل إن شاء الله هذا المتن لهن بإذن الله، ونكمل ما وقفنا عليه بالأمس، لعلنا إن شاء الله ننتهي من المتن اليوم. تفضل الشيخ اقرأ. دليل الصلاة. دليل الصلاة. ودليل الصلاة. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. النقطة الثانية: الإيمان هو 69 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة: الإحسان. وقف على الصلاة. طيب، ويقرأ إيش؟ يعني المرتبة الثانية مراتب الدين، الله يحفظك. المرتبة الثالثة اقرأ. المرتبة الثالثة: الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون به. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد،
فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العادة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أحسنت، بارك الله فيك. الشباب اللي يسولفون ترى الدرس ما يصير يعني كلام. الدرس ما انك تستمع ولا تروح لبيتك، تستمع وتستفيد. قال الله قال الرسول، وإلا لا تزعج من حولك فما تستفيد أنت ولا يستفيد من حولك. يقول: ودليل الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام والزكاة وتفسير التوحيد، يعني توضيحه، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد. حنفاء ويقيموا الصلاة، دليل الصلاة، إقام الصلاة أن تصلي الصلوات الخمس كلها في أوقاتها ولا تتخلف عن الصلاة أبدا. ويقيموا الصلاة بالشروط والأركان والسنن والواجبات. ويؤتوا الزكاة، يعني يعطوا الزكاة لمستحقيها، والزكاة هي حق المال. قال: وذلك دين القيمة، يعني هنا الدين القيم، الدين العظيم، الدين الحق، وذلك دين القيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الصيام وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية من يعني مكلف غير حائض ونفساء. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم السابقة، لعلكم تتقون. أيام معدودات، هو شهر في السنة فقط. وهنا نأخذ من منهج الشيخ رحمه الله تعالى أننا لا نقلد، وإنما نأخذ بالدليل. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ودليل الحج وهو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص بشروط خاصة، والطواف والسعي والوقوف بعرفة. قصد بيت الله الحرام لأداء نسك الحج. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع أن يذهب إلى مكة يجب عليه الحج، ومن لم يستطع فإنه لا يجب عليه الحج. وهذا يدلك على سماحة هذا الدين، وإنما يجب على المستطيع فقط. ومن كفر يعني لم يأتي بالحج فإن مع استطاعته فإن الله غني عن العالمين. ولذلك قال عمر: وبعث عمر رضي الله عنه إلى الأنصار من كان له جدة، يعني غنى، فلم يحج، قال: فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. إذا لمن استطاع إليه سبيلا. وفيها هنا إيجاب الحج من وجوه كثيرة كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. والحج
يجب على المرء في العمر مرة واحدة، فما زاد فتطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة وما زاد فتطوع. المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام الإيمان، وقدم المرتبة الأولى وهي الإسلام، وثنى بمرتبة الإيمان وهي أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها، وأخص من جهة أصحابها، وأهله هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان. والإيمان يتعلق بالقلب، ولذلك جاء تعريفه عند أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المرتبة الثانية الإيمان، وهو أي الإيمان 70 شعبة، وجاء 60 شعبة، والبضع يعني هو ما بين 3 إلى 9، 70 شعبة، فأعلاها يعني أعلى شعب الإيمان وأفضلها قول لا إله إلا الله. وهذه الكلمة يستطيع المرء أن يقولها ولو لم يحرك شفتيه. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، وأدناها يعني أقل شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، أن تميط الأذى عن الطريق، يعني تزيل عن طريق المسلمين. ترى شوكا في طريق الناس، ترى زجاجا متكسرا، تأخذ هذا الزجاج وتزيله عن الطريق حتى لا يتضرر منه أحد. هذه أدنى شعب الإيمان. وقال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق. الحياء من الإيمان، والحياء عمل قلبي. ليس الحياء أن تستحي وتترك إنكار المنكر، تقول استحييت من هذا الذي يفعل المنكر، أو تترك أمر الناس بالمعروف حياء منهم، ليس هذا بحياء، وإنما هو خور. والحياء شعبة من الإيمان. وتلاحظون أيها الكرام أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا تعريف الإيمان. فقول لا إله إلا الله هذا قول باللسان، قلنا الإيمان قول باللسان. وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل بالجوارح. والحياء قلنا أنه في القلب، هذا اعتقاد بالقلب. فالحديث وضح لنا التعريف. يزيد بطاعتك الإيمان، حينما تصلي يزيد إيمانك، وينقص بالعصيان، حينما تعصي فإن إيمانك ينقص. قال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأركانه يعني أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله، تؤمن بالله، تصدق بوجود الله، بأن الله موجود، وأن الله، وتؤمن بربوبيته جل وعلا، وتؤمن بألوهيته، وتؤمن بأسمائه وصفاته. إذن 4 أمور الإيمان بالله: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتؤمن أن تؤمن بالله، قال: وملائكته. الملائكة خلق خلقهم الله من نور، خلقهم الله لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. تؤمن بمن عرفت اسمه باسمه: جبريل وميكائيل وإسرافيل
ومن لم تعرف اسمه فإنك تؤمن بعمله، كالملائكة الذين يكتبون الحسنات على اليمين والذين يكتبون السيئات عن اليسار، وملائكة أمامك لحفظك وملائكة خلفك لحفظك. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتؤمن بمن عرفت عمله كملك الموت، بأنه يقبض أرواح الخلق، هو موكل بقبض أرواحهم. ومن لم تعرف اسمه فإنك تؤمن أن هناك ملائكة كثيرون لله جل وعلا كلهم يطيعون الله. ولذلك الإمام قرأ علينا في صلاة المغرب: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال رحمه الله تعالى: ورسله وكتبه. تؤمن بالكتب، الكتب المنزلة من الله جل وعلا. ما عرفت اسمه فتؤمن به، كالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور والذكر. ومن لا تعرف اسمه فتؤمن أن الله أنزل كتبا ليبين الحق للناس جل وعلا، لكنك مطالب بالعمل بهذا الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن. لا أن يأتي شخص من الشباب مثلا فيقول: أنا أريد أن أعمل بالإنجيل. نقول: الإنجيل قد نسخ بالقرآن، القرآن جاء بما في الإنجيل وزيادة عليه. وأنزلنا إليك الذكرى، قال: إنا أنزلنا إليك الذكرى مصدق، إنا أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ورسله تؤمن بالرسل، كل الرسل تؤمن بهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتتبعه فيما جاء به، كما مر معنا في درس الأمس: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. واليوم الآخر اللي هو يوم القيامة تؤمن باليوم الآخر، وأن هناك يوما آخرا وهو آخر أيام الدنيا. سمي بذلك لأنه آخر أيام الدنيا، لأنه لا يوم بعده اللي يجازى الناس فيه بأعمالهم. واليوم الآخر تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بما في اليوم الآخر من أحداث الجنة والنار والحساب والميزان والصراط ونحو ذلك. وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر يعني تقدير الله جل وعلا للأمور قبل وجودها جل وعلا، تؤمن به خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله. تؤمن بالقدر، وإذا آمنت بالقدر فإنه تخف عليك المصائب ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا. ومراتب الإيمان بالقدر كما يقول أهل العلم 4. الأولى العلم، تؤمن بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إذا كان كيف يكون، يعلم كل شيء. علم الله المحيط بكل شيء، ليس في الكون شيء يكون إلا بعلم الله جل وعلا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قد كتب هذا، أمر الله القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب أنك ستولد، ومكتوب أنك ستعمل العمل الفلاني، ومكتوب يعني ماذا سيجري عليك في هذه الدنيا. الأمر الثالث الخلق، أن الله خالق وما سواه مخلوق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الأمر الرابع المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. 1.
واليوم الآخر 2، واليوم الآخر والكتاب 3، والنبيين 4، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. نقرأ الآية. ولكن البر من آمن بالله هذا 1، واليوم الآخر هذا 2، والملائكة 3، والكتاب 4، والنبيين 5. هذه أركان 5 جاءت بآية واحدة. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. والإحسان أعلى مراتب الدين، أعمها من جهة نفسه، فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن ولا كل مسلم محسن، فهو أعمها من جهة نفسه، وأخصها يعني ضيق من جهة أهله. فأهل الإحسان أقل من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام. فالإسلام أهله كثيرون، ثم الإيمان أهله قليلون، ثم الإحسان أقل من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: ركن واحد. الإحسان ركن واحد، أركانه ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة المحبة ومرتبة الخوف. كأنك تراه هذه مرتبة محبتك لله، وكأنه يراك مرتبة الخوف من الله، يعني أنك تعبد الله في صلاتك كأنك تشاهد ربك جل وعلا، ترى الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فعليك أن تحسن في العمل وتتقن في هذا العمل وتخلص في هذا العمل. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هنا تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. وهنا مرتبتان من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهما مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. ثم قال: والدليل من السنة على الإيمان أو أركان الإيمان حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهنا فيه أدب طالب العلم أن يأتي بلباس جميل ويتأدب في طلب العلم. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس جلوس الصلاة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذه ركبتي النبي وهذه ركبتي جبريل أدبا، ووضع كفيه، يعني جبريل جاء بصورة إنسان، على فخذي جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني مثل جلسة الصلاة، ووضع كفيه على فخذه وقال: يا محمد. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فائدة أن الإنسان يسأل ليعلم الناس يا محمد. وأيضا هنا نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو
ناداه واحد باسمه فليس في ذلك غضاضة. وقيل أن هذا قبل النهي عن ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني فسر له الإسلام بأركانه الخمسة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. إذن فسر له الإسلام بأركانه الخمسة. فقال صدقت. كيف شخص يأتي ويسأل ثم يقول صدقت؟ الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا. الأصل أن السائل يسأل وليس في ذهنه شيء، يريد أن يتعلم، لكن هذا يسأل ثم يقول صدقت. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. ليس من الصحابة، لا يعرفه منا أحد، شخص غريب ويأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. من أين جاء بهذا العلم الذي لا يعرف إلا من عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكنهم متأدبين يريدون أن يروا ماذا عند هذا الرجل وماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدوا. قال فأخبرني عن الإيمان. أخبرني عن الإيمان. ما هو الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. أيضا صدق جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم بأن هذه هي أركان الإيمان. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. ما قال صدقت في الثالثة. قال فأخبرني عن الساعة، متى تكون الساعة؟ متى القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنا علمي يا جبريل وعلمك في الساعة سواء. أنا لا أعرف متى تكون الساعة وأنت لا تعرف متى تكون الساعة، لأن هذا من علم الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها. قالوا هذا كناية عن كثرة السراري الإماء التي تكون النساء تباع وتشترى حينما يقاتل المسلمون الكافرون ويقتلون الكافرين وينتصرون عليهم، تكون نساء الكافرين للمسلمين، هذه تسمى إماء. أن تلد الأمة ربتها، قالوا كناية على كثرة الإماء حتى أن الرجل يتسرى بالأمة فتلد ولدا. هذا الولد ولد السيد، هذا الولد ليس عبدا وإنما هو حر، فيكون ستلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، يعني هي مملوكة لكن ولدها حر. وقال بعض أهل العلم هذا كناية عن كثرة العقوق حتى يكون الوالد عند الابن مثل العبد عند سيده، تكون الأم عند الابن مثل الأمة عند سيدها. أن تلد الأمة ربتها، يعني اختلاف الأوضاع. قال وأن ترى الحفاة، يعني البادية الذين ليس عليهم نعال. تعرفون النعال؟ نعم. الحفاة العراة الذين ليس عليهم لباس، عاري أجسادهم من الحاجة ومن الفقر. العالة يعني الفقراء. رعاء الشاء الذين يرعون الأغنام، المواشي.
يتطاولون في البنيان، وهذا كناية على تغير الأحوال وتبدل الأحوال. هذا الأصل أن يكون في البادية، لكنه جاء إلى المدينة وأصبح يطاول الناس في البنيان، كناية على كثرة الأموال وتغير الأحوال. قال مضى هذا الرجل الذي جاء شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال فلبثنا مليا، وفي رواية فلبثت مليا اللي هو عمر، مليا يعني وقت. جاء في رواية أنه مكث 3 ليالي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي رواية يا أيها الشباب ويا أيها الإخوة الكرام، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بأنه جبريل مباشرة، لكن عمر ليس موجودا في المجلس فأخبره بعد 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الرجل ردوه، فذهبوا يبحثون عنه فلم يجدوه، فقال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهنا نستفيد يعني مراتب الدين 3، ونستفيد شيء من علامات الساعة، وأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، ونستفيد أيضا آداب طالب العلم. من يستطيع أن يقرأ لنا الحديث علشان أبو عبد العزيز يعطيه جائزة؟ الحديث حديث جبريل، من يستطيع أن يأتي لنا الآن بحديث جبريل يقرأه؟ أحد يسمع حديث جبريل؟ أحد حفظ الحديث يمكن يقرأ علينا الآن؟ ما في أحد؟ أركان الإيمان. نعم، قم واقف، خليك واقف. الإيمان نعم. ممتاز، بارك الله فيك. تفضل رحل أبو عبد العزيز يعطيك جائزة. نعم تفضل اقرأ. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، أضفها وهاجر إلى المدينة. نعم، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد ال10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على الأمة، على هذه الأمة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه ودينه باع، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أحسنت، بارك الله فيك. يقول رحمه الله تعالى: الأصل الثالث من الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، الأصول الثلاثة: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهو بدأ يعرفك من هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن نبيك هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من يستطيع أن يعيد نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. ممتاز، بارك الله فيك. رحب عبد العزيز يعطيك العافية. نعم، من يعيد نبي من الصغار نسب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ عيد النسب ده. تفضل. أعد ابن محمد ايوه
قال واقف. هاشم من قريش من العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم خليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تفضل خذ جائزة. قال رحمه الله تعالى: وله من العمر، يعني توفي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة. 63 سنة، من هذه السنون 40 قبل النبوة، وهكذا كان الأنبياء يبعثون عند سن 40. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لما حج 63 بدنة نحرها بيده، عدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم، ثم أوكل نحر بقية البدن إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قد أهدى 100 ناقة صلى الله عليه وسلم. 23 نبيا رسولا، 23. هذا الكم الكبير من الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو في 23 سنة فقط. والواحد منا الآن عنده هذا الدين وعنده هذا المنهج وقد يقصر في طاعة الله. 23 سنة في كل مكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم في حال الشدة وفي حال الرخاء، في حال الأمن وفي حال الخوف، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. قال: نبئ بإقرأ، يعني صار نبيا بقول الله جل وعلا له عن طريق الملك الذي نزل عليه وهو في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نبئ بإقرأ يعني صار نبيا بإقرأ. وأرسل يعني صار رسولا بالمدثر. النبي من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أول سورة المدثر، لأنه لما جاءه الملك وهو في غار حراء ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته خاف منه، فأخذه الملك وغطه، يعني ضمه على صدره وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ ولا أكتب. ثم غطه الثانية، يعني ضمه وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى زوجته خديجة عليها السلام ورضي الله عنها خائفا، وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، رضي الله عنها وارضاها. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وأخبره أنه هو النبي الخاتم، وأنه الذي نزل عليه جبريل، وأنه سيعاديه قومه لأنه جاء بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في بيته، وجاءه الملك مرة ثانية وقال له، وجاء إلى زوجته وقال: دثروني، خائف، دثروني يعني الغطاء. فجاء إليه الملك بالآيات قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال: وأرسل بالمدثر. وبلده التي ولد فيها وبعث فيها مكة أم القرى. وهاجر، انتقل من بلده التي ولد فيها إلى المدينة النبوية. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ينذر يحذر الناس عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
ينذر عن الشرك وينذر عن النار ويبشر بالتوحيد ويبشر بالجنة صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم يفسر الشيخ رحمه الله هذه السورة فيقول: معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك الذي هو دعوة غير الله مع الله، صرف شيء من العبادة لغير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تستغيث بغير الله، ينذر عن الشرك. ويدعو إلى التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، مر معنا. وربك فكبر، كيف تكبر الله؟ قال: أي عظمه بالتوحيد، عظم ربك بالتوحيد، إفراده بالعبادة. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها، من الأصنام وأهلها، من الأصنام ومن أهلها. انظر إلى هذا التفسير الجميل من الشيخ رحمه الله تعالى، كلمات بسيطة لكنها عظيمة المعنى. عظمه بالتوحيد. الرجز فاهجر، الرجز الأصنام، هجرها تركها، والبراءة منها، ترك الأصنام وهجرها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا، يعني على الدعوة إلى التوحيد 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس بعد 10 سنوات، ثم عرج به إلى السماء، ثم فرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس، ثم نزل فصلى في بيت المقدس بالأنبياء، ثم رجع إلى مكة صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء بعد أن لقي من قومه الأذى الشديد، فنقله الله جل وعلا. جاء جبريل بالبراق دابة، ثم ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل، أسري به إلى بيت المقدس، ثم ربط البراق هناك، ثم عرج به إلى السماء، ثم فرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى موسى فقال: لقد جاهدت، أو يعني عانيت من بني إسرائيل في أقل من ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم حتى خفف الله عنه الصلوات، بدل أن كانت 50 صلاة صارت 5 صلوات في اليوم والليلة. فلما جاء نبينا إلى موسى قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال: لقد استحييت من ربي صلى الله عليه وسلم. فنزل فأوحى الله جل وعلا أني خففت عن عبادي هذه الفريضة، يعني معنى الأثر ومعنى الحديث، فهي 50 في الأجر و5 في العمل، 5 صلوات في اليوم والليلة، لكنها في أجرها 50 صلاة، غير أجر صلاة الجماعة، غير أجر صلاة لو صليت في الحرم. قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، يتوجه هذه الكعبة وهذا بيت المقدس، يجعل الكعبة أمامه ويتوجه إلى بيت المقدس. ثم حولت القبلة لما انتقل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت منطلق رسالته صلى الله عليه وسلم ودعوته،
والهجرة يعرفها لك الشيخ فيقول الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الصحابة الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة انتقلوا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لقد رضي الله عن المؤمنين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والهجرة فريضة يعني واجبة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والعجيب الآن أنك تجد أن في بلد الإسلام قد يضيق على الإنسان في دينه، وفي بلد الشرك قد لا يضيق عليه، فيهاجر بعض أبناء الإسلام من بلادهم بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لينعموا بالراحة وينعموا بالحرية في دينه. نسأل الله العافية والسلام. إذن الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا فريضة إذا كان يستطيع. قال وهي باقية يعني الهجرة إلى قيام الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ظالمي أنفسهم بالشرك قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا من لا يستطيع، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإذا ضيق عليك في أرض فإنك تنتقل إلى الأرض التي لا يضيق عليك في دينك فيها. قال البغوي وهو يعني أحد المفسرين رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجروا، ناداهم الله تعالى باسم الإيمان، فلما استقر الأمر بالمدينة أمر ببقية الشرائع لأن المدينة صارت بلد الإسلام. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فلما استقر كما قلنا في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة فرضت في المدينة، والصوم أيضا فرض بالمدينة، الصلاة فرضت وهو بمكة في السنة العاشرة، والحج فرض في السنة التاسعة، والجهاد أيضا فرض في المدينة ما فرض في مكة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا فرض وشرع بالمدينة. وأمر بالأذان الذي نسمعه الآن 5 مرات في اليوم والليلة أمر به بالمدينة ما أمر به بمكة. وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا يعني في المدينة كم؟ 10 سنين. وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ودينه باق. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أبو بكر رضي الله عنه مقالته المشهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول رحمه الله تعالى وهذا دينه
اللي هو الإسلام، هذا دين بين يديك، لا خير إلا دل الأمة عليه. ما في خير يجيبه شخص من عند نفسه يقترحه علينا. الخير جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. انتبه، كل خير لا بد أن يكون عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ما يأتي من قبل شخص من الناس يأتي لنا بطرائق، إنما عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا شر إلا حذرها منه، ما في شر إلا حذر منه. انتبه، ما في خير إلا دلنا عليه، وهذا الخير يشمل أمور كثيرة، وما في شر إلا حذرنا منه. والخير الذي دل عليه هو التوحيد، لأن التوحيد أساس. لو لقيت الله جل وعلا بذنوب الدنيا كلها لكن معك التوحيد الخالص فإن الله يغفر لك الذنوب هذه كلها، ولو عذبت ما عذبت فإن مصيرك إلى الجنة. فانتبه، والخير الذي دل الأمة عليه هو التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه دلك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خذ بسنته أنت. والشر الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم الشرك، لأنه يفسد العبادة، يبطل العبادة. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول الشرك مثل الحدث إذا خالط العبادة أفسدها. الآن لو أنك تصلي ثم انتقض وضوءك قبل دقيقتين من السلام، تصح صلاتك؟ لا تصح، لأن انتقض الوضوء. هكذا الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. قال والشر الذي حذر منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأبى حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. بعثه الله إلى الناس كافة، كل الناس، الأحمر والأبيض والأسود والعربي والعجمي، بل إلى جميع الثقلين كلهم. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما في أحد يجيب لنا دين من عند نفسه يقول إني رأيت مرائي وهذه المرائي فيها الدين. يقول الدين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ووضحه لنا بهذا الكتاب العظيم وبهذه السنة المطهرة، ونقلت إلينا بالسند الصحيح ليس فيها تلبيس ولا ليس فيها كذب. قال وأكمل الله به الدين، أكمل الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية من آخر ما نزلت في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة. اليوم أكملت لكم دينكم، ما في أحد يزيد عليه شيء، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلترضوا أنتم لأنفسكم ولتأخذوا به. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، قد مات صلى الله عليه وسلم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يختصم النبي صلى الله عليه وسلم وقومه الذين كذبوا. والناس إذا ماتوا يتركون، صح ولا غلط؟ غلط. والناس إذا ماتوا يبعثون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى
منها خلقناكم يعني من الأرض، وفيها نعيدكم إذا متم، ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني نبعثكم للجزاء والحساب. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها يعني بعد موتكم ويخرجكم إخراجا للجزاء والحساب. وبعد البعث محاسبون، بعد البعث لا بد أن يحاسب الناس، المحسن يجازى بالإحسان والمسيء يجازى بما عمل ولا يلومن إلا نفسه، ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، وجاء النص على ذلك في الكتاب، وهذا الموضع هو الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل ليش الحكمة؟ مبشرين، يبشرون ومنذرين، ينذرون، يبشرون بالتوحيد وبالجنة وينذرون من الشرك ومن النار. والدليل قوله تعالى على ذلك رسلا مبشرين ومنذرين. ليش يا ربي؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم يعني أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما يجينا واحد يقول أنا رسول، آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا أوحينا إليك يعني يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بإيش؟ بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن يأمرهم كل أمة بعث الله فيها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، يعني ألزمهم وأوجب عليهم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام وكالأولياء والقبور من معبود، أو متبوع يعني من المتبوعين، يعني هل يزعمون أنهم أولياء أو متبوع أو مطاع يعني من كبراء الناس في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن يكون شخصا معينا، لا يلزم، قد يكون يعني كما قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5. إبليس لعنه الله لأنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ولأنه يعني هو يعني سبب في إضلال الخلق.
أول الطواغيت إبليس لعنه الله. ومن عبد وهو راض، يعني صرف له شيء من أنواع العبادة وهو راض بذلك. وهذا يخرج مسألة مثلا الأولياء الذين يعبدهم الناس وهم لا يرضون بذلك، كمن عبد مثلا عيسى لا يرضى بذلك، وكمن عبد يعني غيره من الصالحين. قال الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، من يدعو الناس يعني سواء بقوله أو بفعله أو بمريديه أو نحو ذلك، من دعا الناس إلى عبادة نفسه. من عبد وهو راضي، يقول كالمثال كما حصل من فرعون. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه أيضا كما حصل من فرعون: أنا ربكم الأعلى. فيقاس عليه غيره، لا يلزم أن يكون فرعون خلاص ذهب فرعون ذهب هذا، لا، أنت تعرف هذا ثم تطبقه على غيره. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، هذا طاغوت، يدعي أنه يعلم متى الساعة، يدعي أنه يتصرف في أو يعلم شيئا من المغيبات. ومن حكم بغير ما أنزل الله باختياره، وهو يرى أن هذا الحكم أفضل من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. ولذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول في رسالة له أخرى: ما أعظم ما فرض الله عليك؟ والجواب هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن رأس الأمر الإسلام فاستمسك به، وعمود هذا الإسلام هو الصلاة، وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ومن الجهاد المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والعمل به والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه، هذا يسمى جهاد النفس. فجاهد نفسك بذلك وفقك الله. وهذا يبين أيها الكرام أن على المكلفين عبادة الله جل وعلا وتوحيده والاتيان بشرائع الدين كلها. قال رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من هذه الرسالة: والله أعلم، يعني أسند العلم إلى الله جل وعلا. يقول: هذا ما انتهى إليه علمي، وفي النهاية أنا أقول الله أعلم، يعني أنا هذا الذي انتهى إليه علمي والله أعلم. يمكن أن يكون شيء قد خفي عليه، وهنا يعني يظهر يعني صدق الشيخ رحمه الله تعالى. قال: والله أعلم، وصلى الله على نبينا على محمد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، يعني نطلب ونسأل الله أن يصلي ويثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وآله يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على دينه، وصحبه وهم الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك.
هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتبعه على دينه وسلم. هذه إذن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل السؤال، كم سألنا من سؤال يا شيخ؟ نعم. الطواغيت كثيرون رؤوسهم لعرف قاعدة. أنت 5. رؤوسهم 5. واحد الأول منهم خلاص رحت الجائزة. من يستطيع أن يعدهم؟ يعد 5. نعم. إبليس لعنه الله. فرعون يعني من عبد وهو راض. يلا راح يعطيك جائزة. من يكمل؟ نعم أنت. ومن عود بده وهو غير راضي لا. عمر. الله عليه ومن عبد وهو راضي ومن ادعى الناس الى عبادة نفسه ومن ادعى علم الغيب. ممتاز. ومن حكم بغير الله نعم. ومن حكم بغير ما انزل الله. ممتاز. يلا عطى جائزة يوم. جزاك الله خير يا عمر. خلاص الجوائز يا شيخ. خلاص ولا بقي أحد يا شيخ؟ طيب أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال يا أيها أحد عنده سؤال شيء ما فهمه من الدرس؟ نسأل سؤال وش استفدت من الدرس؟ وبيعطينا جائزة أبو عبد العزيز. وش استفدت من الدرس؟ اللي يعطيني 3 فوائد. 3 فوائد استفدت كذا وكذا وكذا. تعال بالميكروفون. تعال. بسم الله. طلب العلم. استفدت طلب العلم. 3 قلنا هنا. اجلس. كان ما عندك الا واحد اجلس. نعم نبغى واحد عنده 3 فوائد. 3 فوائد. الآداب، التأدب في طلب العلم. اجلس. من عنده شيء؟ 3 فوائد. 3 فوائد. تفضل أنت. جاوبناك قبل شوي ولا جاوبت تمشي؟ طلب العلم والتوحيد والجهاد. الجهاد. ممتاز. طلب العلم يعني أنه يعني فضل طلب العلم وأيضا التوحيد وأهمية أخذ جائزة وأيضا أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. والله أعلم.